بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا الفيديو هو رد على تدليسات أبو لبابة في مناظرة مع الشيخ محمد حفظه الله. الرجل أبو لبابة دلس تدليسات كثيرة في المناظرة، وإن شاء الله نرد على بعض تدليساته في المناظرة، لأن الحقيقة التدليسات كثيرة والفيديو لا يسع إلى رد كل التدليسات، إنما سنختار تدليسة واحدة من تدليساته في المناظرة. إخواني الأعزاء، نستمع إلى هذا الفيديو ونعود إن شاء الله بالرد. أحب أن أنقل للشيخ بس قبل جملة ثم سأدخل في السؤال. يقول القاضي سعيد القمي في كتابه شرح توحيد الصدوق الجزء الثاني صفحة 575، يقول: أقول من المستبين عند من ارتضت نفسه بالرياضات العقلية أنه لم يحمل الساق عن الصدوق في الأخبار الثلاثة على الشدة أو على المجاز والاستعارة، لم يحملها على الشدة أو على المجاز والاستعارة، بل الظاهر، عم يتكلم عن أخبار الأئمة، الأخبار الثلاثة، ثلاثة أخبار من الأئمة، يقول: بل الظاهر منها أن الساق على حقيقتها، على حقيقتها. هل الصدوق ولا القاضي سعيد القمي لا يعرفون المعتقد ولا يعرفون العربية؟ مشكلة. القاضي سعيد القمي ماذا يقول مرة أخرى عن النصوص الثلاثة الثابتة عن الأئمة حسب طبعا ما نقله هم الشيعة؟ قال: فبل الظاهر منها أن الساق على حقيقتها. لكن سأكمل حتى ما حدا يقول بلا بتر في كلام ثاني، سأكمل جملة ولا جملتين. يقول: لكن لا بمعنى ما يوجد في الإنسان وهي من القدم إلى الركبة. جيد، وهذا الذي نقوله، وهذا تمام الذي نقوله. فما الذي تنكره علينا وهو عندك هنا؟ يقول: بل على معنى أشرف وأعلى، نفس العبارة التي قلتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. يقول: بل على معنى أشرف وأعلى وإن اشتركتا في هذا القدر، وهو ما يقوم به الشيء. يعني هذا الذي نسميه في العربية، لو كان هو عارف العربية بشكل صحيح لقالها بأسلوب العلمي العربي، لقال المشترك اللفظي، المشترك اللفظي اشتركتا في هذا القدر وهو ما يقوم به الشيء، لكنها في حق الله يقول هو على معنى أشرف وأعلى، وهو ما نعبر عنه نحن في بلفظنا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استمعتم إلى هذا الفيديو، هو يقول إن القاضي سعيد القمي رحمه الله تعالى قال أن الساق على حقيقتها، بمعنى أن ساق الله، أن الله له ساق على حقيقتها. طيب، هي الآية ما قالت يوم يكشف الله عن ساقه، أو ما قالت يوم يكشف الله عن ساقيه، ما قالت، قال يوم يكشف، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ما قالت يوم يكشف الله عن ساقيه أو عن ساقه، ما أعاد الضمير إلى نفسه، وحتى لو كانت أعاد إلى نفسه يعني أيضا هي إضافة تشريف. لكن الآية ما فيها يوم يكشف عن ساق الله، ماكو هيك آية، إنما يوم يكشف عن ساق مبني للمجهول. لذلك بعض البلاغيين حملوا الآية على شدة وكرب. طيب، خلينا نشوف أبو لبابة هل هو دلس في كلام القاضي سعيد القمي ولم ينقله كما يجب نقله كناقل علمي يريد الحقيقة، أم هو نقله لغرض جعل الكلام شبهة في عند الشيعة الإمامية، لم يلتزم بالأخلاق المناظرة وآدابها. طيب إخواني الأعزاء، هذا الكتاب شرح توحيد الصدوق للعارف الرباني والمحقق الصمداني القاضي
سعيد محمد بن محمد مفيد القمي، صححه وعلق عليه النجف قل لي حبيبي. طبعا هذا إيراني في المجلد الثاني كما أشار هو في المجلد الثاني. ننتقل إلى رقم الصفحة يا إخواني. هذا رقم الصفحة اللي هو مثل ما قال 575. قال هو قرأ من هنا: أقول من المستبين عند من ارتاضت نفسه بالرياضات العقلية أنه لم يحمل الساق في الأخبار الثلاثة على الشدة أو على المجاز والاستعارة. يعني الشيخ الصدوق ما حملها على المجاز والاستعارة، وصحيح كلامه، لأن الشيخ الصدوق حملها وفق تفسير أهل البيت عليهم السلام واللي هو التأويل، وحملها على الكناية الشيخ الصدوق رحمه الله. طيب، قال بل الظاهر منها أن الساق على حقيقتها. هو وقف إلى هنا، بعدين ماذا قال؟ قال حتى ما تكون نهاية بترة النص خلي أكمل. طيب، قال لكن لا بمعنى ما يوجد في الإنسان وهي التي من القدم إلى الركبة، بل على معنى أشرف وأعلى، وإن أشركتا في هذا القدر. طبعا أشركتا بهذا القدر يعني كلاهما ساق. طيب نشوف شنو هذا معنى الساق. طبعا هو إنه وصل، بعدين ماذا قال؟ قال هذا مثل قول أهل السنة. لا، مو مثل أهل السنة. لماذا؟ لأن السنة يحملون الساق على حقيقتها. هنا القاضي سعيد القمي حمل الساق على حقيقتها. لماذا؟ الآن نأتي إلى هذا التفصيل. هو ما بين إلى هذا الشيء، هو أخذ النص فقط ودلس فيه. طيب نكمل إخواني، نشوف ما معنى الساق عند القاضي سعيد القمي، ما هو تفسيره للساق الذي حمله على الحقيقة. كلام القاضي سعيد القمي لا غبار عليه. طيب، لكن هذا أبو لبابة دلس في كلام القاضي سعيد القمي. نكمل إخواني. قال وإن أشركتا في هذا القدر وهو ما يقوم به الشيء، وكما أن قيام الإنسان يكون على الساق، كذلك جعل الله قيام العالم الذي هو الإنسان الكبير على شيء هو ساق بالنسبة إليه على الحقيقة. طبعا هذا الكلام جدا صحيح. الآن نأتي إلى شرحه. من دون مجاز واستعارة كما حققنا لك في القواعد السالفة. وأما أنه أي حقيقة من الحقائق فاعلم. يعني شنو؟ أكو تكملة. ما معنى الحقيقة التي أرادها القاضي سعيد القمي رحمه الله عندما قال على حقيقتها؟ ما معناتها يا أبو اللبابة؟ ليش ما قرأت هذا النص؟ وأما أنه أي حقيقة من الحقائق فاعلم. أي حقيقة أردتها من هذه الحقيقة؟ فاعلم، يعني أكو تكملة. أنت أخذت الحقيقة فقط وطرت بها فرحا، تظن أنك جئت بشيء جديد وأنت لم تأتي بشيء. طيب، هو قال القاضي سعيد القمي حتى نشرح كلامه، قال وكما أن قيام الإنسان. طبعا الساق ما يقوم به الشيء. يعني الآن الكرسي أو الميز، احنا نسميه ميز، اللي هو المنضدة أو ما أعرف شنو يسمونها، لكن احنا نسميها ميز أو كرسي. هذا قيامها بالساق، يعني قيام الكرسي بالساق كما أن قيام الإنسان بالساق. طيب، قيام العالم هذا قيامه بالعالم الكبير، الإنسان الكبير، أي الإنسان الكامل. طيب، من هو الإنسان الكامل؟ الآن نأتي إلى بيان هذا. طبعا القاضي سعيد القمي له في الساق تفسيرين أو ثلاثة تقريبا. مرة يفسرها على الحقيقة واللي الآن نبين ما معنى حقيقتها، ومرة يفسرها بمعنى آخر وهو التجلي. الساق هنا بمعنى التجلي، وتفسير له آخر أيضا، تفسير الثالث الآن نبينه إن شاء الله تعالى. الآن معنى هذا الكلام، قال
وكذلك جعل الله قيام العالم الذي هو الإنسان الكبير على شيء هو ساق بالنسبة إليه على الحقيقة. كلام جدا دقيق من دون مجاز واستعارة، كما حققنا لك في القواعد السالفة. وأما إنه أية حقيقة من الحقائق فاعلم. هنا المفروض كان يكمل أبو لبابة. طيب شوفوا أخواني ماذا قصد القاضي سعيد القمي من قوله الساق على الحقيقة. أنه قد ذكر في الخبر الأول اللي هو منه أخواني، الخبر الأول الآن أشوفكم إياه، أنه حجاب من نور. وفي الخبرين الآخرين كشف الإمام عليه السلام عن ساقه مع تنزيهه لله تعالى. والذي أفهم منه، هذا كلام القاضي سعيد يا أبو لبابة، والذي أفهم منه أن هذا الحجاب النوري والمعبر عنه بالساق للعالم الكبير هو نور تابعية الإمام وإطاعته، لأن من البين أن السماوات والأرض إنما تقوم بالإمام الذي هو خليفة الله، ولا ينفي ذلك كون هذا الحجاب حقيقة. الله أكبر، الله أكبر، حقيقة من الحقائق الموجودة. إذن عنده هنا التجلي، قال أن الساق هنا هو بمعنى التجلي في الإمام، وهذا كلام يوافق ما قاله الإمام عندنا عليه السلام. والآن أريكم النص أخواني الأعزاء. طبعا التجلي عندنا وعند أهل السنة. نعيد كلامه: والذي أفهم منه أن هذا الحجاب النور المعبر عنه بالساق. الله أكبر، يعني الساق هو حجاب نوري، فهو على حقيقته. لأن الإمام ماذا قال في الحديث الأول أخواني؟ في الحديث الأول نعود شوفوا أخواني، قال بإسناده يوم يكشف عن ساق، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي الحسن عليه السلام، في قوله يوم يكشف عن ساق قال حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنين سجدا. إذن هو قال على هذا الحديث، قال هذا بمعنى شنو أخوان؟ الحجاب من نور، وكلامه صحيح. فهذا هو الحقيقة التي قصدها، أن الساق على حقيقتها، لأن النور على حقيقته، النور على حقيقته والساق على حقيقتها اللي هو النور، فماكو استعارة ولا مجاز في الكلام. لاحظت شلون أبو لبابة شلون دلست؟ طيب أخواني، إحنا تكلمنا بأن القاضي سعيد القمي يرى أن الساق هنا بمعنى الحجاب، كما أشرنا أن هذا الحجاب النوري المعبر عنه بالساق للعالم الكبير هو نور تابعية الإمام وإطاعته، لأن البين أن السماوات والأرض إنما تقوم بالإمام الذي هو خليفة الله، ولا ينفي ذلك كون هذا الحجاب حقيقة من الحقائق الموجودة. طيب إخواني، نعبر إلى الكلمات بعد أخرى للقاضي سعيد القمي، نأتي إليها إن شاء الله. شوف إخوان ماذا قال. قال في قوله عليه السلام سبحان ربي الأعلى بعدما كشف إزاره، طبعا نفسه 582 بالمجلد الثاني، قال التسبيح المختص بالسجود في المقام التنزيه، ومنها وضع اليد على الرأس، إشارة إلى أن الساق لو استعمد في الباري جل مجده فإنما هو على معنى أشرف وأعلى مما يتصوره الناس، وهو أنه حجاب من نور. يا أبو لبابة يا كذاب، تكذب على الناس. وهو أنه حجاب من نور. الله أكبر. يعني أريد أعرف، تنصرون دينكم بالكذب؟ ليش تنصرون دينكم بالكذب؟ طيب، أما أنه أريد به الساق خليفة الله تعالى، وإن كان المآل واحدا، طبعا مثل ما قلنا إلا له تفسيرين في هذا، له تفسير حجاب من نور،
والخليفة الله يعني تجلي. ومنها أن الصلاة لما كانت معراج هل هو مؤمن حق الإيمان إلى آخره يعني من الكلام. فهذا هو كلام القاضي سعيد القمي رحمه الله تعالى في بيان معنى الساق، لا مثل ما ذهبت أنت يا أبو لبابة من أن الساق على حقيقتها مثل ما تظنون بفهمكم الجاهل. هو الرجل القاضي سعيد القمي رحمه الله رجل عارف وفيلسوف، ما يفسر الآيات والأحاديث على ظاهرها كما تفعلون أنتم الحشوية. إن شاء الله سيكون رد لنفس الكلام هذا طبعا، لكن في جزء ثاني لأن الوقت لا يسمح. إن شاء الله في الجزء الثاني سوف نستخرج النصوص في التجلي التي أشار إليها القاضي سعيد القمي رحمه الله، لأن الساق بمعنى الإمام خليفة الله في الأرض أو النبي صلى الله عليه وآله. فيكون لنا جزء ثاني وربما يكون جزء ثالث، لأن سوف نستخرج كلام علمائهم في التجلي كما هو عندنا، وأيضا نستخرج كلام علمائهم في تفسير هذه الآية. هو زعم أن هذه الآية تفسر على أن الله له ساق. طيب إن شاء الله نستخرج لكم كلمات علمائهم أهل البلاغة وأهل الفصاحة والنحو وأهل التفسير في معنى يوم يكشف عن ساق. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.